السلام عليكم وأهلا وسهلا في قناتكم المفضلة لعشاق كرة القدم. اليوم جايب لكم ملخص ناري لأهم أخبار الانتقال في الدوري السعودي وأوروبا. من رغبة جيسوس في ضم علي البليهي إلى صفقة الاتحاد الجديدة مع محمد هزازي، وصولا لتحديد برشلونة سعر بيع لاعبه الشاب بوبو فيكتور. خليكم معنا للآخر، ولا تنسوا اللايك والاشتراك لأن اللي جاي أكبر. نبدأ من الرياض، وتحديدا من نادي النصر، حيث أبدى المدرب البرتغالي الجديد جورجي جيسوس رغبته القوية في التعاقد مع المدافع الدولي علي البليهي، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي. البليهي يعد من أقوى المدافعين في الدوري السعودي، سواء بخبرته الكبيرة أو بروحه القتالية داخل الملعب. جيسوس يعرف قدرات البليهي جيدا لأنه دربه سابقا في الهلال، ويبدو أنه يريد تدعيم خط الدفاع بلاعب يعرف أسلوبه التكتيكي ويثق فيه. ووفقا لمصادر قريبة، فإن إدارة النصر قد تبدأ التفاوض الرسمي خلال الأيام المقبلة، في حال وافق اللاعب على خوض تجربة جديدة. السؤال الآن: هل نشوف البليهي بقميص العالمي تحت قيادة جيسوس؟ الأيام القادمة راح تكشف الكثير. ننتقل إلى جدة، حيث أعلن نادي الاتحاد رسميا عن تعاقده مع اللاعب الشاب محمد هزازي، قادما من صفوف نادي النصر، في خطوة تهدف لتقوية خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد. الإعلان جاء عبر الحسابات الرسمية للنادي، وسط ترحيب كبير من الجماهير، خصوصا وأن هزازي يعتبر من اللاعبين الموهوبين واللي يقدر يعطي إضافة واضحة للفريق. اللاعب يتمتع بقدرات فنية جيدة وسرعة عالية في وسط الميدان، وهو ما يحتاجه الاتحاد ليسعى للعودة بقوة هذا الموسم والمنافسة على كل البطولات. الجمهور الاتحادي متحمس، والإدارة عازمة على تجهيز فريق قوي. هل ينجح هزازي في فرض نفسه؟ شاركونا رأيكم في التعليقات. أما من أوروبا، وتحديدا من إسبانيا، فقد أفاد الصحفي الموثوق إيفان سان أنطونيو أن نادي برشلونة حدد سعر بيع لاعبه الشاب بوبو فيكتور ب10 ملايين يورو. اللاعب تلقى أكثر من عرض للإعارة، لكن إدارة برشلونة ترفض الفكرة تماما، وهدفها البيع النهائي لتقليل رواتب اللاعبين في الفريق، والاستفادة ماديا من الصفقة. بوبو فيكتور يعتبر من الأسماء الصاعدة، لكن يبدو أن تشافي وطاقمه الفني ما عندهم نية للاعتماد عليه في المرحلة القادمة. الأنظار متجهة الآن نحو الأندية اللي ممكن تدخل على الخط، وهل فعلا راح يخرج اللاعب قبل نهاية الميركاتو؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية ملخصنا اليوم. صفقات مهمة، وتحركات بتغير ملامح الموسم الجاي سواء في السعودية أو أوروبا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، وادعمونا باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم كل أخبار الكرة لحظة بلحظة. نشوفكم في فيديو جديد قريب جدا إن شاء الله.